السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه الأخبار؟ على فكرة طلب مني كتير قوي في التعليقات وصفة الكشري المصري، وانا مش شايف فيها حاجة يعني كانت ممكن الواحد يعملها، بس برضه عشان الناس اللي طلبتها ما تزعلش مننا. وانتوا كمان اي وصفة عايزين تجربوها، عايزين تعرفوا هي ايه، تكتبوا انتوا عايزين اني وصفة تتعمل الفيديو الجاي في التعليقات. الفيديو اللي قبل ده انا منزل لكم فيه المقادير وطريقة التحضير، في الفيديو اللي قبل ده على طول. الفيديو ده هننفذ فيه بقى. احنا هنا المكونات جاهزة معانا. عدس سلقناه، يعني مش سلقناه، نقعناه في مية سخنة. البصل بتاع التقلية اتقطع بسيط خالص. المكرونة طبعا سلقناها وجهزناها، مكرونة سباكيتي ومكرونة مقصوصة. الرز، حمص، شعرية، توابل، وهقول لكم كل حاجه هنعمل بيها ايه. بس في الاول هناخد الحمص، احنا مسخنين له ميه عشان نعمل بقى شوربه الحمص الجميله، وعقبال ما يتعمل نعمل بقيه المكونات. هنيجي هنا للبصل للتقليه. يعني التركايه بتاعته ان احنا معانا معلقتين نشا ومعلقتين دقيق، دي اللي هتطلعه كريسبي زي بتاع المطاعم بالظبط، زي بتاع المحلات. تمام. ناخد كده النشا والدقيق، ولازم نقلبه كله كده ببعض. حاولي على قد ما تقدري تفكيه من بعض. احنا في نفس الوقت ده رافعين حلة على النار. على فكرة يا جماعة، اساس الطبخ في الحلل الالومنيوم. ما تقوليش بقى تيفال ولا سيراميك ولا الكلام ده كله. اساس الطبخ اللي يطلع لك الاكل مظبوط الحلل الالومنيوم. ننزل بالزيت، نكون معلين النار عليه. كمية زيت اللي هي ما تبقاش قليلة على البصل ولا تبقى كتير، يعني يبقى البصل كده ايه براحته فيها. تمام. هننزل بالبصل، يكون الزيت سخن. حاولي وانت بتنزلي البصل كده تفكيه من بعض، ونستمر بالتقليب كويس عشان البصل يتحمر، يبقى كله لون واحد، ما يبقاش حته فاتحه وحته غامقه وحته طريه وحته ناشفه. ولازم نقعد نقلب كويس جدا بطريقه حاول تكون دائريه زي كده، عشان البصل ما يتشابكش في بعضه، وكل بصلايه تتغلف في الزيت، يعني تتحمر من كل الجوانب. وادي التقليه لما خلصت معانا، مش قادر اقول لكم، سامعين صوت القرمشه؟ بص اللون البني الجميل. دي التقليه بعد ما خلصناها. ونحط الميه، تكون الحله بتاعتنا سخنت، نفس الزيت اللي احنا كنا عملنا فيه التقليه. دلوقتي هنحط البهارات والتوابل والملح بتاعنا في الميه. نغطيها كويس لحد ما الميه تغلي. الميه غليت معانا، هننزل العدس اللي احنا كنا نقعينه في ميه سخنه. وبعدين هننزل بالشعريه. واخر خطوه معانا هننزل بالرز، كنا غاسلينه ومصفيينه.
نديله تقليبه كويسه. كل المكس بقى، كل الحاجات اللي احنا نزلنا بيها، العدس والشعريه والرز، نقلبه كويس جدا. ونقلب كل ده كده كويس مع بعض، نقلبه كويس جدا. اول ما يغلي معانا نبتدي نوطي عليه ونشرب الكشري كويس. عقبال ما الكشري يتشرب معانا هنعمل الصلصه. زيت، معلقه توم مفروم، عصير الطماطم ننزل عليه. عصير الطماطم ضربناه في الخلاط وما تصفاش. الصلصه بتاعه الكشري ما بتتصفاش. عقبال الصلصه بتاعتنا ما تخلص هنكمل الحمص. الحمص دخل معانا في السوا، هنديله عصير طماطم مضروب في الخلاط مع بصل وثوم وبهارات، كمون، فلفل اسمر، ملح، مرقه، مكعب مرقه. ودلوقتي هنعمل الدقه. معلقه ثوم مفروم، معلقه ملح، شطه، كمون، عصير ليمون وخل. في ناس بتدي الدقه ميه سخنه، جميل، بس اللي يديله طعم اكتر وتست اكتر لو انت عامله الحمص زي ما احنا عملناه، تديله ميه حمص، ومش هتفرق بجد بجد عن الدقه بتاعه المطعم. والدقه بقت جاهزه معانا. ودلوقتي هنعمل الشطه الزيت مع بعض. الشطه الزيت بقى زي بتاعه المحل، تبكل. هقول لك برضه هنعمل فيها ايه. نعلي النار. فلفل حامي متقطع، وطي النار بقى خالص خالص. بعد كده ننزل بمعلقتين شطه، ونسيبها بقى تاخد وتدي مع بعض. وبعد كده ننزل عليها بقطع طماطم، هناخد شوية صلصة، الريحة مش قادر اقول لكم السبايس الشطة عاملة ازاي. وبكده الشطة الزيت تبقى خلصت خالص معانا. نغرفها. شايفين الحلاوة؟ ودلوقتي الصلصة ابتدت تخش معانا في السوا زي ما احنا شايفين اهو. هننزل عليها بالتوابل زي ما قلنا: ملح، كمون، بهارات كشري،
ربع معلقة قرفة. ونقلب كويس، وبالظبط قدامها 10 دقايق وتكمل سوا. وبكده يبقى احنا خلصنا الكشري بتاعنا، وألف هنا وشفا. لو عجبكم اشترك في القناة ولايك، واكتب لي كومنت، ولو عايز اي وصفة تانية لأي طبق تقول لي عليها وانا اعملها لك على طول.